الأراجوز كان عنده تور في الشرق الأوسط وسمعت له الفيديو ده. أنا مصرية عايشة في أمريكا بقالي سنين طويلة قوي، وفي الحقيقة أول مرة حد يلفت نظري إن أنا دمي محلل وإن أنا مظلومة وإن أهلي في الشرق الأوسط مظلومين وإن أنا كمان ضرايبي بتدفع في أماكن أنا مش موافقة عليها. بجد أنا متشكرة جدا على المعلومات القيمة دي، مش عارفة كنت هعمل إيه من غيرها. بس أنا الحقيقة عندي كام سؤال. هو أنت ليه بتقول الكلام ده في ليبيا؟ أنت بتقول إن دمك محلل ومظلوم، يعني أنت عملت قضية لجوء من مصر وجيت على أمريكا وقبلوك وقعدوك، والظلم اللي واقع عليك جاب لك بيت ب 33 مليون دولار على البحر في منطقة من أغلى المناطق اللي موجودة في لوس أنجلوس وأمريكا عموما. إيه المظلومية الحلوة دي؟ ما تاخدني معاك، أنا نفسي أتظلم من الظلم ده مرة واحدة بس. وأنت كمان بتقول لهم إن أمريكا متعمدة إن هي تصدر صورة مشوهة عن الشرق الأوسط وإن هما لازم يدخلوا الحرب الإعلامية دي علشان ما يكونوش مفعول به. طب أنا بس عندي سؤال لحضرتك، هو التغيير بيبدأ منين؟ من جوه ولا من بره؟ انا شايفه بقى انه كفايه تحريض الشرق الاوسط على الغرب وعلى امريكا. مش كان بباب اولى التور بتاعك دوت يكون على الشيوخ وائمه الجوامع اللي عمالين يقول لك الموت لامريكا وان الكابوس جاي وان الاسلام هيدخل في كل بيت وان الشريعه هتطبق؟ مش هم دول اللي محتاجين يتغيروا؟ مش هم دول اللي مشوهين صوره بلادنا في الشرق الاوسط جوه امريكا وفي اعلام امريكا؟ ايه رايك ما تبتدي التغيير من جوه، علشان التحريض اللي من بره ده مش هيعمل اي حاجه غير ان هو هيزود طينه بله.